هل فعلا مصر خيرها على الدول العربية والخليج؟ سؤال كتير مننا بيسأله. تعالوا نرجع بالزمن شوية. في الستينات والسبعينات لما كانت دول الخليج في بداية نهضتها، مين اللي كان هناك؟ المصريين، مدرسين، مهندسين، دكاترة، سابوا بيوتهم وأهاليهم وسافروا يبنوا مستقبل إخواتهم في الخليج. في الإمارات أول طلبة اتعلموا على إيد أساتذة مصريين. في السعودية المستشفيات والمدارس اتملت بالكفاءات المصرية. في الكويت المناهج التعليمية كلها كانت على النظام المصري. ومش بس كده، الثقافة المصرية، الفن، المسرح والإعلام، كلها كانت بتوحد العرب. وفي وقت الشدة مصر دايما كانت موجودة، في تحرير الكويت، في دعم فلسطين، في مساندة السودان واليمن وليبيا. مصر مش مجرد الدنيا، دي فعلا العرب كلهم. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة علشان تعرفوا حكايات تانية كتير عن تاريخنا المشترك. شكرا ليكم وأشوفكم في الفيديو الجاي.